انا وسط ناسي يتعمل لي 100 حساب، والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب. احنا الرجولة والادب والاحترام معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب. ما ياكلش عيشنا وملحنا غير الاصيل، لو حد داقت يوم عليه على اخوه يميل. كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربيين، في اي حتة معروفين من غير دليل. اهل الرجولة والشهامة والكرم، ابني وابويا اخويا صاحبي المحترم. اهلي وحبايبي اللي ليهم وضعهم، واسمهم اشهر من النار على العالم. الناس في قلبي كوم يا صاحبي وانت تكوم، لو عشت طول العمر اشكر فيك واصون. ما يكفينيش العمر كله شكر فيك، بتزيد في نظري يوم يا صاحبي بعد يوم. ده انتوا ناس اصلي وتمام. انا وسط ناس بيتعمل لي 100 حساب. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي بيتعمل له 100 حساب و1000 حساب كمان. لما النادي الاهلي خسر مباراه طلع علينا الساده الاعلاميين اللي مفروضين علينا وهاجموا اداره النادي الاهلي، واحداث وقيعه بين جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. بس الواقعه دي فشلت لان جمهور الاهلي جمهور واعي. قالوا مجلس اداره النادي الاهلي ما عرفش يحافظ على الاسماء الكبيره اللي في الفرقه، وكل الاسماء الكبيره تم التعاقد معاها خارجيا، وبيراميدز نجح في انه يخطف رمضان صبحي. وعشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي يتعمل له 100 حساب لما النادي الاهلي ما تمسكش برمضان صبحي واداله اللي هو عايزه عشان يحافظ على بقيه الفريق. نفس الغلطه اللي وقع فيها بيراميدز وتعاقد مع رمضان صبحي وفركش بقيه الفريق. وعايزين تعرفوا الاسباب، اللي مش مشترك في القناه اتفضل اشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دعمني بلايك. الساده الاعلاميين سيف زاهر وابراهيم فايق وميدو ومهيب وغيرهم من الساده الاعلاميين طلعوا علينا فجاه بهجوم كاسح على مجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس اداره فشل في التعاقدات ولم ينجح في ان هو يحافظ على الاسماء الكبيره في الفرقه. طبعا الاسماء الكبيره يا سيدي راحت نادي بيراميدز، المفروض بقى ياخد كاس العالم. الاسماء الكبيره دي بقى طبعا عايز لما تروح وهتروح بالارقام اللي اللعيبه بتسمع عنها. عبد الله السعيد مش هيتقمص، تراوري مش هيتقمص، بكار مش هيتقمص، انطوي مش هيتقمص، احمد الشناوي مش هيتقمص، دونجا مش هيتقمص. كل اللعيبه دي هتتقمص، كل لعيبه بيراميدز هتتقمص. وده النتيجه، خساره وهزايم 3 مباريات متتاليه، لان ما بقاش عندهم الدافع. خلاص ايه الدافع للمكسب وايه الدافع للعب؟ ما قبل كده بيراميدز كان بيقدم كوره جميله وكان منافس قوي على الدوري العام، وبينافس على المركز الثاني مع نادي الزمالك، ودلوقتي هو الثالث والزمالك المركز الثاني. فعشان كده بقول لكم النادي الاهلي بيتعمل له 100 حساب لما تحافظ على عضو ولا تحافظ على بقيه الاعضاء. النادي الاهلي اختار انه يحافظ على بقيه الفريق، لان كره القدم لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. مش لعيب هياخد الكره من الجون للجون وهيروح يجيب جون لوحده. طبعا نادي بيراميدز قالوا له انت جايبه ب 40 مليون، خليه بقى ياخد لك الكره من الجون للجون ويجيب لك اجوان، ما هو سوبر مان ويكسبك. هو ده النادي الاهلي بعظمته وبكيانه وبرؤساء مجلس ادارته اللي بيتوالوا ورا بعضهم رئيس ورا رئيس، وكل رئيس يشرف النادي الاهلي ويشرف اي حد ينتمي للنادي الاهلي. كابتن اكرام الشحات خسر تاريخه. لو قرار اقالته من النادي الاهلي ده صحيح، انا ارفع قبعه لمجلس اداره النادي الاهلي، لانه لو استمر كان هيتحول لسمسار لعيبه، واي ناشئ هيظهر هيصدره للي يدفع اكتر، لان هو عمال يلف على القنوات كلها وعايز يبرر ان هو ملوش دعوه وما كانش يعرف اي حاجه وولادي في الساحل. انت عايز تقنع الناس ان اللي قاعد في السراليه دلوقتي وانت بتكلمه شات او على الماسنجر او على الواتس مش هتعرف تكلمه ومش هتعرف اخباره؟ هي الناس بقت عبيطه يا كابتن اكرامي، فمحدش صدقك ولا حد هيصدقك، وشكلك بقى وحش. وابنك عمل نفس القصه، طلع على كل القنوات قاعد يقول لهم افلام هابطه، والناس طبعا مش هتصدق الافلام الهابطه. يكفي تمرده على النادي الاهلي لما طلبوا تخفيض عقود اللاعبين بيقول لك انا لا قلت لا وقلت للعيبه ما توافقش. يعني بيخوض تمرد كمان داخل لعيبه الاهلي وتحول لسمسار، وطبعا هو السبب الرئيسي في ان رمضان يروح بيراميدز انتقاما من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما تمسكش بيه. طب انت جون مش على المستوى، النادي الاهلي هيتمسك بيك ليه؟ ورمضان برضو لما عمل المؤتمر الصحفي بتاعه
وقال كلام يدينه ما يرفعش من شأنه لما قال لك انا عايز اروح اعمل في بيراميدز تاريخ. هو انت في النادي الاهلي ما عملتش تاريخ؟ هو التاريخ نوعين يا كابتن رمضان، يا اما تاريخ يشرف يا اما تاريخ يكسف. انت عملت مع النادي الاهلي تاريخ عمل لك اسم وعمل لك يشرفك لغايه لما يوم القيامه بتاعك يجي. لكن لما تروح نادي بيراميدز بقى وريني التاريخ اللي انت هتعمله اللي هتقارنه بتاريخك لما عملته مع النادي الاهلي. فالناس لما تتكلم كلام تحط في دماغها ان الناس اللي بتسمعها برضه ممكن يكون عندها عقل وتفكر وهتستوعب الكلام اللي هم بيقولوه ده ولا مش هيستوعبوه. هو ده النادي الاهلي يا جماعه اللي انا كنت عايز اقول لكم ان هو ده بيتعمل له 100 حساب. حافظ على بقيه الفريق وما ميزش لعيب ويديله ضعف اللعيب التاني، وفي نفس الوقت كسب الفريق كله خسر لعيب يطلع مكانه 1 و2 و3. عشان كده بقول لكم النادي الاهلي يتعمل له 100